اجي ونحضروا اللوبيا الخضراء، جربوها بهذه الطريقه راه كتجي بزاف بنينه وكتوجد بسرعه. عندي كميه من اللوبيا الخضراء اللي غسلتها وقطعتها، درتها في الكسكاس باش تفور. تقدروا تسلقوها لكن هكا في التفوار كتجي لذيذه بزاف. غادا نضيف عليها 1 ملعقه من السكر باش تبقى محافظه على اللون ديالها. نضيف عليها كذلك القليل من الملح ونوضعها على نار. في مقلاة نضيفوا القليل من الزيت، نضيفوا الفلافل ونضيفوا القليل من الملح، نبقاو نحركوا باستمرار حتى يدخل الطياب هاد الفلافل. يعني في مقلاة نضيفوا القليل من الزيت، نزيدوا اللوبيا اللي سلقناها من قبل، نضيفوا القليل من الثوم والقليل من القزبره، نزيدوا الفلافل اللي حضرنا من قبل. كنخلطوا كلشي مع بعض وكنقدموا هاد الوصفه على شكل مقبله. جربوها راه كتجي لذيذه بزاف. دابا وقت اللوبيا الخضراء فيها العديد من الفوائد لجسم الانسان وتستفدوا من هاد الفوائد. وشكرا لكم والسلام عليكم.